يلا نعمل مع بعض اسرع مكرونه في التاريخ. لو جربتيها كده عمرك ما هتسلقيها تاني ابدا، بجد روعه وطعمها حلو قوي قوي قوي، وبتبقى جوسي وشاربه من الصلصه جدا. يلا اول حاجه هنحط على النار شويه زيت وننزل عليهم ببصلايه متقطعه مكعبات، هنحمر فيها لحد ما تدبل، هنفضل نقلب فيها لحد ما تدبل معانا شويه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بجد يا جماعه الطريقه دي روعه، جربوها مره مش هتخسروا حاجه، بس اهم حاجه يكون نوع مكرونه مضمون. مثلا حوا، يا ريت تكون حوا بس لان الملكه برضو مش قوي. بالشكل دوت دبلت معايا، نزلت عليها بقرن فلفل رومي وكمان فصين من الثوم. الريحه بقى هنا كانت خطيره، وكمان مكعب من المرق بالشكل دوت ودوبته كده معاها. وهنزل بالبهارات، سبع بهارات، وكمان بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره، براحتك تحطي البهارات اللي انت عايزاها كلها. وكان معايا هنا 5 طماطميات ضربهم، ومعاهم كمان فلفل حامي ومعلقه كبيره صلصه طماطم. طبعا انتوا حفظتوا انا على طول بعمل الطماطم في الخلاط كده. غطيت عليها وسبتها لحد ما غليت شويه، ونزلت بالمكرونه نيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وابتديت ان انا اشرب من الصوص فيها واقلب فيها شويه، وفي نفس الوقت محضره ميه معايا بتغلي، لازم تكون ميه بتغلي تمام بالشكل دوت كده اهو. ونزلت بيها على المكرونه، تحفه تحفه بجد، اروع طعم.